بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. كواليس انتقال محمود جهاد إلى الزمالك. تواجه إدارة نادي الزمالك مشكلة بخصوص صفقة محمود جهاد لاعب الوسط المدافع في فريق فاركو، الذي يسعى الزمالك لإتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية. مسؤول الأبيض يرغبون في ضم محمود جهاد لاعب فاركو، ولكن مع تقسيط قيمة الصفقة على أن يتم إرسال أول دفعة إلى فاركو بعد نهاية الموسم. وقال مصدر مطلع في الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء قوبل طلبها بالرفض من إدارة فاركو، التي ترغب في الحصول على قيمة عائد بيع محمود جهاد بشكل فوري دون تأخير. الزمالك يعاني من أزمة مالية في الوقت الراهن، وكان مسؤولوه يرغبون في إتمام صفقة لاعب فاركو بهذا الشكل لتخطي الأزمة المالية، خاصة أن إدارة الزمالك تسعى لتجميع أكبر قدر ممكن من المبالغ لإنهاء ملف تجديد عقد زيزو. أوضح أنه بسبب رفض إدارة فاركو فقد تجمدت صفقة انتقال محمود جهاد إلى الزمالك لحين إشعار آخر، على الرغم من موافقة اللاعب وإدارة فاركو مبدئيا. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة لصفقة محمود جهاد لاعب فاركو اللي هو الهاف ديفندر اللي الزمالك عايزه، بصراحة الزمالك محتاج اللاعب لأن ما عندوش في المركز ده لعيبة من وجهة نظر أنا خلاف دونجا. فطبعا أنا بناء على الخبر ده أنا هرد وأقول لا تعليق. فرصة أخيرة من جروس لخماسي الزمالك. قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح موالاه للخماسي سيف الدين الجزيري وكونراد مشلاك وعمر فرج وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف حتى يناير المقبل، قبل حسم مستقبلهما بشكل نهائي مع الفريق الأبيض خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقات الدوري، سواء بالاستمرار أو الرحيل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. وتتجه النية لدى إدارة النادي حال عدم اقتناع جروس بالخماسي السالف الذكر عرض الثنائي عمر فرج وسيف جعفر للبيع، وإنهاء إعارة مشلاك وإعارة الثنائي محمد عاطف وسيف الجزيري، خاصة إذا لم تتلقى إدارة النادي العروض المالية المناسبة لبيعهم. أنا بصراحة يا جماعة أنا مش عارف هي الإدارة جروس مش مقتنع باللعيبة دولت، وطبعا الإدارة بيقول لك هنعير دول وهنمشي دول وهنبيع دول وكلام من ده. طب وأنت لما تمشي دول وتعير دول وكلام من ده مش لازم يكون في بدلهم صفقات؟ ولا أنت هتمشي دول وتعير دول وتعمل دول بدون ما يكون في صفقات أصلا تسد مكان اللعيبة دي؟ مش عارف بصراحة، أنا مش قادر أفهم إدارة نادي الزمالك بتتكلم إزاي بصراحة. جروس يدرس حلول تعويض غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش. يضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس عدة حلول لتعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق، أبرزها نبيل عماد دونجا والذي تعرض للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، والناصر ماهر الذي تجددت إصابته في العضلة الخلفية، بجانب محمود بن تايك الذي تعرض للإصابة على مستوى الكتف. وما زال جروس يضع العديد من الحلول قبل الإعلان عن التشكيل النهائي في مواجهة الجيش المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن مباراة الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ومن ضمن الحلول التي يدرسها جروس الاعتماد على محمد شحاتة أو زياد كمال لتعويض غياب نبيل عماد دونجا، مع الدافع بأحمد مصطفى زيزو في مركز صناعة الألعاب لتعويض غياب ناصر ماهر. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء طلائع الجيش غدا: يأتي في حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع 4 لاعبين: عمر جابر باك يمين، أحمد فتوح باك شمال، سرد باكين محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد. خط الوسط محمد شحاتة ديفندر 6، عبد الله السعيد 8، قصاده أحمد مصطفى زيزو مركز 10. خط الهجوم كونراد مشلاك جناح يمين، مصطفى شلبي جناح شمال، قدام راس حربة وحيد ناصر منسي. الخبر ده بيكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.